السيدة عائشة بالهاشمي حرفية في صنع الحلي الفضي. حبها للحرفة دفعها لإنشاء ورشة خاصة بها تجسد فيها قطعا فنية فريدة من نوعها. البورتريه من توقيع فاطمة شاطر. أحبت حرفة الحلي الفضي فأبدعت. هي المدرسة عائشة قررت التخلي عن مهنة التدريس والتفرغ لتربية أبنائها، لكن هذا لم يمنعها من تحقيق حلمها في صناعة الحلي الفضي. بدأت العمل في هذا المجال منذ 8 سنوات لأني لم أستطع البقاء في المنزل دون عمل، فتوجهت إلى صناعة الحلي الفضية. ساعدتني مواقع التواصل الاجتماعي على التعريف بأعمالي. بعدها قمت بمعارض استطعت من خلالها الخروج من العالم الافتراضي والتواصل مباشرة مع الآخرين. ساعات طوالا تقضيها عائشة بورشتها، وبإتقان متفان ومساعدة ابنتها استطاعت أن تجسد قطعا من الحلي الفضي بأشكال عصرية مختلفة، تحاول من خلالها إرضاء زبائنها التي تقول أنهم مصدر إلهامها الأول. زبائني هم مصدر إلهامي. أتعاون مع الكثير من الفنانين في مختلف المجالات. عملت مع حرفي يقوم بصنع حقائب يدوية جلدية، وكذلك رسام آخر يقوم بصنع صناديق لأسماء الله الحسنى. كذلك تعاملت مع فنان آخر يقوم بصنع سيالات من الخشب بنقوشات فضية. عندما نقوم بتجسيد رسومات كاليغرافية وتقوم أنت بإهدائها، فأنت تمرر من خلالها رسالة كشعر أو بقالة أو رسالة حب. بأنامل ذهبية مع الكثير من الصبر والدقة، تفننت عائشة في تجسيد قطع فريدة من نوعها تأسر عشاق الحلي الفضي.